اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات البازافندي مع دعاء ويارا. النهارده ان شاء الله هنشرح درس التضاريس الوطن العربي للصف الثاني الاعدادي. اول حاجه عوامل تشكيل سطح الوطن العربي. بقسمها لحاجتين، عندي عوامل باطنيه وعندي عوامل خارجيه. طيب، ما المقصود بالعوامل الباطنية؟ هي العوامل التي تحدث في باطن الأرض وبتشمل 3 حاجات. عندي حركات انكسارية، عندي حركات التوائية، وعندي تداخلات بركانية. طيب، العوامل الخارجية هي العوامل التي تحدث خارج الأرض أو على سطح الأرض، بتشمل حاجة اسمها التعرية. والتعرية نوعين، تعرية مائية وتعرية هوائية. هنبدأ بالحركات الالتوائية، دي عبارة عن صخور الأرض. الالتواء ممكن يحدث كده أو يحدث كده. هنا لما يحدث هذا الالتواء ده بيتكون سلاسل جبلية. يبقى اما يقول لي ما النتائج المترتبة على الحدوث الالتوائية أدى إلى تكون سلاسل جبلية. طيب، تاني حاجة عندي الانكسار. صخور الأرض لما بتنكسر أجزاء مرتفعة وأجزاء منخفضة. الأجزاء المرتفعة هتكون جبال والأجزاء المنخفضة هتكون بحار. طيب، تالت حاجة من العوامل الباطنية اللي هي عبارة عن الثورانات البركانية. لما البركان بيطلع من باطن الأرض هيكون إيه؟ يا إما جبل بركاني، يا إما هضبة بركانية زي هضبة اليمن، يا إما مجموعة من الجزر. هنبدأ أول حاجة بالتعرية. هنا الموضوع سهل جدا. كلمة تعرية عبارة عن إيه؟ نحت ونقل وإرساب لمين؟ للصخور. حلو جدا. طب لما أجي أقول تعرية نهرية يبقى عبارة عن إيه؟ نحت ونقل وإرساب للصخور بفعل النهر. هنا عن التعرية النهرية هينتج عنها إيه؟ دلتا النيل أو السهل الفيضي. طيب، تاني حاجة تعرية بحرية، يبقى عبارة عن ايه برضو؟ نحت ونقل وارساب للصخور بفعل البحر، هينتج عنها الشواطئ الرملية. طب سهل جدا. طيب، تالت نوع من التعرية انا قلت التعرية الهوائية. دي برضو هتبقى عبارة عن ايه؟ هنا نحت ونقل وارساب للصخور، بس المرة دي بفعل مين؟ الرياح اللي في قلب الصحاري، ان هي بتخبط في قلب عندي اللي هي الجبال، تنحت فيها، تنقل، ترسب، هيتكون عندي اللي هي الرمال او الكثبان الرملية زي بحر الرمال العظيم بين مصر وليبيا. هنبدأ دلوقتي بالجبل. الجبال عبارة عن ايه؟ أرض مرتفعة ولها قمة ومنحدرة من الجانبين. أنا عندي الجبال بقسمها لحاجتين، في جبال قلت عندي اللي هي جبال التوائية، ودي نتجت زي ما احنا قلنا نتيجة التواء في القشرة الأرضية. في جبال انكسارية، ودي قلت نتيجة انكسار في صخور القشرة الأرضية. من أمثلة الجبال عندي اللي هي الالتوائية، عندي جبال من الجبال الالتوائية جبال زاجرس، جبال كردستان، عندي جبال أطلس، عندي جبال عمان. دي جبال اسمها جبال الالتوائية. لما اجي اقول لك بما تفسرين جبل عمان جبل التوائي، هتقولي لانه نشأت نتيجة حركات باطنية التوائية تعرضت لها القشرة الأرضية. طيب، من أمثلة الجبال الانكسارية عندي جبال هنا البحر الأحمر، وعندي هنا على ساحل البحر المتوسط في الشرق جبال الشام. هنبدأ بأول مثال عندي من الجبال الالتوائية، ده جبال أطلس. جبال أطلس بتمتد في 3 دول عربية، عندي المغرب وعندي تونس وعندي الجزائر، وهي عبارة عن جبال التوائية بتمتد من الغرب إلى الشرق. بتشمل جبال أطلس حاجتين، أطلس في الشمال وأطلس في الجنوب. في الشمال بتعرف باسم أطلس التل، وفي الجنوب أطلس الصحراء، ما بينهم هضبة تسمى هضبة الشطوط في الجزائر. تاني حاجة الجبال الانكسارية، هنتكلم على جبال البحر الأحمر. جبال البحر الأحمر في مصر وفي السودان بتعرف باسم جبال البحر الأحمر. طيب، في شبه الجزيرة العربية أو في الجناح الأسيوي بتعرف باسم جبال الحجاز وجبال عسير